السلام عليكم. هنبدأ مع بعض بإذن الله تعالى فقرة طبية جديدة مع الأمراض الجلدية، وهنتكلم عن مرض يعتبر من أهم الأمراض في الأمراض الجلدية، ألا وهو مرض البهاء. مرض البهاء من الأمراض المنتشرة جدا، واللي حواليه معتقدات خاطئة وإن المرض دوا معدي. لا، في الحقيقة مرض البهاء دوا ليس مرض معدي إطلاقا. كل المشكلة ان بيبقى فيه خلية مسؤولة عن انتاج الصبغة اللي بتدي لنا اللون، سواء كان الشخص بيظهر باللون ابيض او لون اسمر او لون غامق. ده مسؤول عنه خلية بتفرز مادة اسمها الميلانين. المادة الميلانين دي موجودة في الجلد وفي العين وفي الخلايا العصبية وفي اماكن اخرى، وهي اللي بتدينا اللون بتاعنا، وبتخلي الشخص يفرق في درجة اللون بتاعته حسب توزيع المادة دي في الجلد، وحسب انتشارها، وحسب النشاط بتاعها.